مع شكل الكفتة والمكرونة بالبشاميل النهائي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، وهي سهلة جدا وسريعة، مش تاخد وقت كبير وكمان مغذية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة متنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وتكتبولي في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم. فيديو النهاردة يا جماعة هنعمل فيه المكرونة بالبشاميل. واو، يعني كل الناس بجد بتحبها جدا، مفيش حد مش بيحبها. هنحتاج عشان نعصج اللحمة هنحتاج حوالي كيلو من اللحمة، لحمة مفرومة. وهنحتاج كمان حوالي يعني كوباية ونص من عصير الطماطم على الكمية دي، على حسب طبعا انتوا بتحبوا الطماطم زيادة قليلة براحتكم. كمان هنحتاج بصلتين كبار مفرومين زي ما انتوا شايفين كده. كل ده عشان خاطر نعصج اللحمة، وكمان طبعا التوابل هوريها لكم في وقتها. دلوقتي انا حطيت الحله بتاعتي على النار عشان هعصج اللحمه. هبتدي دلوقتي احط معلقه سمنه كبيره، حوالي يعني او معلقه ونص على حسب. انا حطيت المعلقه دي كده انتوا شايفين. هحط حوالي نص معلقه تانية وحبه من الزيت عشان خاطر ما تلزقش او يبقى فيه دهون جامد. اول ما السمنه تسخن يا جماعه هروح انزل بالبصل. ابتدي كده بسم الله. هقلبه شويه كده يتشوح وبعد كده هنزل على طول باللحمه. مش هيتشوح، هو يدوب يسخن بس. ابتدي انزل باللحمه دلوقتي، اللحمه المفرومه. لازم يا جماعه بعد ما ننزل باللحمه على طول نقلبها عشان خاطر ما تمسكش في بعض، تبقى جميله معانا واحنا بنحطها في الصينيه. ابتدي دلوقتي زي ما قلت لكم هقلبها كويس قوي عشان خاطر ما تمسكش في بعض. بس هنسيبها يا جماعه لغايه لما تستوي حبه صغيرين كده، وبعد كده هننزل عليها بعصير الطماطم وهنسيبهم يكملوا سوا مع بعض براحتهم. اثناء يا جماعه ما اللحمه بتتعصج هبتدي احط الميه السخنه اللي انا هحتاجها لسلق المكرونه عشان خاطر ننجز بسرعه ونعمل كله في نفس الوقت. كده يا جماعه الميه بتكون غلت، هبتدي احط الملح. شايفين كده حوالي يعني 4 معالق كبار. وبعد كده هبتدي انزل بالمكرونه بتاعتي. طبعا المكرونه الريشه عشان دي مكرونه بالبشاميل فلازم الريشه. هسيبها لغايه لما تستوي وبعد كده ارجع لكم. يا جماعه حابه اعرفكم معلومه، ما ينفعش تتسوى سوا كامل، هنسويها 3/4 سوا كده عشان لسه هتدخل الفرن وهتكمل سواها. لو اتسوت جامد اول ما تدخل الفرن هتروح معجنه معاكم ويلزقوا في بعض، تبقى يعني حالتها حاله. ده يا جماعه شكل اللحمه بعد ما نزلت ميتها وشربتها واستوت. هبتدي دلوقتي انزل بعصير الطماطم. بصوا شكلها يعني ومفيش اي حتت ماسكه في بعض. زي ما قلت لكم لازم تقلبوها اول ما تنزلوا على طول بيها عشان خاطر ما تبقاش ماسكه في بعض. هبتدي دلوقتي انزل بعصير الطماطم
انتوا شايفين كده. طبعا المكرونة بتغلي، هنسيبها بقى لغاية لما تتعصج اللحمة وتستوي مع الطماطم. وشوفوا بقى الشكل بجد يعني حاجة واو. نبتدي دلوقتي بقى نحط التوابل، ملح حسب رغبتكم او حسب كمية اللحمة. ملح، وبعديه فلفل اسود، بعد كده هبتدي اقلبها زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تاخد السوا بتاعها، وشوفوا الشكل بجد يعني حاجة واو. هسيبكم دلوقتي لغاية لما تستوي، وهرجع لكم بعد ما تستوي. بعد يا جماعة ما خلصت وسبت اللحمة تتعصج براحتها زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي دلوقتي اجهز في البشاميل عشان خاطر يتعمل كله. طبعا دي المكرونة، بصوا هي اخدت كده نص سوا، فاضل حبة صغيرين. هنقلبها على طول عشان خاطر ما تبصش يعني مننا وما تلزقش في بعض. هبتدي دلوقتي اعمل البشاميل اثناء ما المكرونة بتتسلق واللحمة بتتعصج. هنبتدي نحط معلقتين كبار سمنة، ومعلقتين كمان كبار زيت. هنحط كمان معلقتين كبار زيت، نسيبها لغاية لما تسيح وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هبتدي دلوقتي احط 4 معالق دقيق كبار. دي اول معلقة، تاني معلقة او 5 على حسب الكمية بتاعتك. ادي دي تالتة والرابعة. حط يعني انا بحب يكون تقيل فهحط واحدة 5 بس زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي يا جماعة اقلب البشاميل بتاعي لغاية لما يصفر زي ما انتوا شايفين كده. وانا طبعا هصفي المكرونة دلوقتي، هي خلاص كده خدت 3/4 سوا بتاعها. هبتدي دلوقتي اصفيه كده يا جماعة. البشاميل بتاعي اخد اللون الاصفر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي دلوقتي انزل باللبن، وهنوطي النار خالص عشان خاطر ما يكلكعش. ولو حبيتي كمان تشيليه من على النار، لو هو سخن جامد شيليه عشان خاطر ما يكلكعش معاكي. هبتدي دلوقتي انزل باللبن واحدة واحدة، طبعا في قشطة عادي. ابتدي اقلب كويس. شايفين بصوا كده ابتدى يتقل معايا. هحط تاني لبن تاني، وهقلب حبة حبة، وهقلب بالراحة عشان خاطر ما يكلكعش. شايفين هحط حبة كمان. شايفين طبعا انا موطيه النار خالص عشان ما يكلكعش معايا. شايفين احط لبن تاني. ابتدي احط حبة حبة لبن وهكذا
لغاية لما يديني القوام اللي انا عايزاه. هو لسه مدانيش القوام اللي انا عايزاه لغاية دلوقتي، لسه هو كده تقيل جامد. احط لبن تاني في الاخر، يعني هياخد معايا الكمية دي كيلو لبن مظبوط. اهو كده قرب يديني القوام اللي انا عايزاه، مبقاش تقيل قوي، ابتدى يبقى سايل حبه. شايفين مبقاش تقيل جامد. احط حبه كمان وهشوف، عشان كده هو ابتدى يتظبط معايا، فمش هحط كتير مره واحده. كده يا جماعه انا يعني اداني القوام اللي انا عايزاه. هبتدي دلوقتي اعلي النار، وخلي بالكم لازم تخلوه سايل، عشان خاطر اول ما هتعلوا النار وهيبتدي يغلي هيتقل معاكوا تاني، فلو هو تقيل اصلا هيبقى عجينه مش هيبقى بشاميل. هبتدي يا جماعه دلوقتي احط الملح والفلفل، حوالي معلقتين ونص كده من الملح. احط كمان حبه من الفلفل، نكتر عشان ما يبقاش حراق. انا كده يا جماعه قلبته، هسيبه لغايه لما يسخن ويبتدي يغلي معايا غلوه بسيطه خالص، يدوب يتقل، وبعد كده هطفي على طول. هبتدي دلوقتي اروح اشوف شكل اللحمه عامل ازاي. بصوا يا جماعه شكل اللحمه، بصوا يعني بجد واو. انتوا شايفين الشكل؟ شايفين اللون البني المحمر الجميل ده؟ يعني الشكل مش مقياس، الطعم بجد يعني حاجة فظيعة. هي كده يا جماعة خلاص، فاضل لها 4 دقايق او 5 دقايق وتبقى خلاص خلصت. هي كده اتعصجت وتمام، بس فاضل سنة صغيرة بقية المية الموجودة دي تنشف، وبعد كده خلاص. وده يا جماعة شكل البشاميل بعد ما حطينا التوابل. نقلبه لغاية لما يتقل يديني القوام اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعه ده شكل البشاميل بعد ما خلص، خلاص اداني القوام اللي انا عايزاه. وفي نفس الوقت اللحمه بتاعتي خلاص خلصت السوا بتاعتها بتاعها وشربت كل الميه بتاعتها، وخلاص دلوقتي هبتدي احطهم هما الاتنين في الصينيه. دلوقتي يا جماعه هبتدي ابطن الصينيه بتاعتي عشان خاطر ما تلزقش فيها المكرونه زي الكيكات بالظبط والحلويات. نحط حبه من السمنه او الزبده، تكون في درجه حراره الغرفه عشان خاطر تسيح معاكي وتعرفي توزعيها زي ما شايفين كده. والجناب برضو هنوزع فيها كله. كده يا جماعه انا بطنتها كويس، هبتدي او دهنتها كويس. هبتدي دلوقتي احط حبه من الدقيق يدوب على قد الصينيه. شايفين بصوا كده نبطنها زي ما انتم شايفين كده. ده يا جماعه شكل الصينيه بعد ما اتبطنت. هبتدي دلوقتي احط طبقه المكرونه من تحت، نصها بس عشان خاطر لسه هحط فوق اللحمه تاني.
بعد يا جماعة ما حطيت اول طبقة من المكرونة هبتدي ارش عليها كام معلقة كده بس من البشاميل، مش هحطه كله لان هتشوفوا انا هعمل ايه في اخر حاجة. ابتدي احط معلقة. انا مش بحب ان انا اخلط المكرونة كلها مع البشاميل عشان بحسها بتعجن كده، بحب اسيبهم مع بعض تاخد كل حاجة طبقة لوحديها. هي كده كده اصلا لما تدخل الفرن هيسيح وهيدخل جواها، فيبقى ايه لازمته ان انا يعني اقلبهم مع بعض في الاول. بعد يا جماعة ما حطيت الطبقة بتاعة البشاميل هبتدي دلوقتي انزل باللحمة زي ما انتوا شايفين كده، لحمة بالكمية اللي انتوا عايزينها. انا عشان بحب اكتر اللحمة في البشاميل بالذات فبحط كيلو على صينية واحدة. كده يا جماعة انا حطيت اللحمة كلها على الصينية. هبتدي دلوقتي انزل بالمكرونة. شايفين هنبتدي يا جماعة دلوقتي بعد ما خلصنا وحطينا المكرونة وكل حاجة هنحط بيضتين على البشاميل. شايفين كده هنحط البيضتين وهنقلب كويس. ده يا جماعة شكله خلاص احنا حطينا البيضتين. هنبتدي دلوقتي نحطه على الصينية من فوق. هبتدي يا جماعة دلوقتي احط البشاميل كله من فوق زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر يغطي كل اللي احنا حطيناه من تحت. يا جماعة شكل البشاميل والمكرونة كلها بعد ما خلصت ممكن كمان بعد ما تخلص كده تحطي عليها اي نوع من انواع الجبن اللي انتي بتحبيها او بقسماط كمان مطحون، بس انا مش بحبها بالجبن والحاجات دي، انا بحبها كده سادة. هنبتدي دلوقتي ندخلها الفرن مع بعض، نكون طبعا مولعينه يعني على درجة حرارة يعني متوسطة. هنبتدي ندخله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، ندخله الفرن. دي يا جماعة مقادير الكفتة بتاعتنا. انت زي ما انتوا حابين طبعا ممكن نحط مثلا معاها كفتة او بانيه او اي حاجة، بس انا حبيت الكفتة يعني بما انه لحمة. فدي لحمة مفرومة معانا وعليها زيت وعليها ملح وفلفل وبصل مبشور، ومعانا الطاسة دي دلوقتي قصدي الصينية موجودة معانا مدهونة زيت كويس علشان هنبتدي نصبع الكفتة ونحطها. هصبع الكفتة وارجع لكم. ده يا جماعة شكل الصباع اهو واحنا بنصبعه. هنبتدي دلوقتي نعمل كل الصوابع زيه كده ووريكم الصينية شكلها ايه في الاخر. ده يا جماعة الشكل النهائي للكفتة بعد ما صبعناها كلها. هنبتدي بقى مع بعض ندخلها الفرن. ده يا جماعة شكلهم النهائي بعد ما طلعوا من الفرن. ده شكل المكرونة بالبشاميل والكفتة، جمال جدا وحلوين مع بعض واكلة سهلة وسريعة. هنقدمها مع بعض في اطباق ونوريكم شكلها، ولازم منسيبش المكرونة في الفرن اكتر من كده ان كده وشها يتحرق جامد كده مظبوطة، والكفتة برضو ما ينفعش نسيبها اكتر من كده عشان ما تنشفش.
هنحضرها مع بعض في الاطباق ونوريكم شكلها النهائي. استنونا. ده يا جماعة شكل الكفتة والمكرونة بالبشاميل النهائي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، وهي سهلة جدا وسريعة، مش تاخد وقت كبير، وكمان مغذية وحلوة للأطفال يعني اللي مش بتحب الخضار والحاجات دي. بس ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديوهات، وتكتبوا لنا كمان افكار فيديوهات انتوا حابين ان احنا نعملها لكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.